هلا والله، شلونكم شو اخباركم؟ لك صار لي كم ما ناشر فلوجات سبب سالفه بعديكم ما حتفهمون بيها. المهم قاعدين سمعتوا هاي صوتي ان شاء الله نقولها. شخص كان طالع وياي بتركيا كنا باسطنبول، فهسه انا جيت فلقيتك بالي. لك احمد باسي والله بالخير. هلا والله. قبل هاي المواضيع سوي له لايك، هسه سوي له لايك الله دعم دعم ولان راح يطيب اثر ضامنكم. شنو المشاريع الضامين؟ والله محضر لكم مفاجأة. المهم راح نسافر دولة راح يجي بيها من احمد باسم، بس المشكلة احمد باسم هيرجع العراق وانا راح استقر بهيج الدولة. ما نقول انا راح استقر هنا، بس شنو 24 ساعة يما ناوي واشوف لي بعد دول ثانية. راح نستقر بدولة ما راح اقولها بس راح تكون مفاجئة. المهم يعني شهرين ثلاثة احتمال، الله اعلم. اي لا اقل ان شاء الله اقل. بالاضافة لاعمال اللي راح نطقطق بيها ذاك موضوع ثاني ذاك. المهم حاليا بالكرادة قاعدين فوق قهوة وكتاب، قهوة شو نسيت مودو، قاعدين بمودو وهسه راح نطلع للمنصور، عندنا معاملات قيامة الله. طلعنا من الكوفي انا واحمد باسم. طبعا هو يوتيوبر اللي ما يعرف رابط قناته جواب صندوق الوصف، اسوي له سبسكرايب. كان عايش وياي، كان هو عايش باسطنبول انا كنت عايش بكوتاي، بس كنا نلتقي قليل. هسه هو قريب علي بالكرادة واكيد هو بعد يوم شغلي وكل ساعة نتغدى وهاي. اكيد متابعين القديمين يعرفون. المهم كنا من تركيا للبامية. اللي متابعنا يومك على هاي اللي متابعنا على الانستغرام راح يعرف الانستغرام مالتي جواب صندوق الوصف والانستغرام مال العظيم ذاك اليوم طلعه خراب يوم. المهم رايحين ناخذ الدراجه مال ابن خالي مصطفى اللي راح ننقلب ما عليك. رايحين المنصور بدراجه 60 يعني تخيل. قد راح تمشي فيه خوي. مالك شغل قد 20 ترى متواضعين، ترى نص جسمي طالع قد وجهي. متواضعين تواضع مو طبيعي. نركب دراجه لا نفخفخ عليكم ولا هذا ولا نفكر نشتغل بالاقساط انا واحمد. هو انت عندك كاميرا. هذا المصور اللي باقي الكاميرا. هذا وين ما يروح ينزل يرقص ولا حتى لو ما يعرف من العالم يتشيل. طلع احنا بنوقع مال بيبا ورايحين المنصور. عمالنا ناخذ الدراجه بس الدراجه تخوف عمال تعطل الطريق. شكلها مو مريح. شكلها مو مريح. بطلنا. يبغى ناخذ تاكسي. تقلبنا لو تشتعل. انا احمد باسم جاي اصور فلوج، روح شوفوا على قناته فلوجين يعني. شارع وصلنا المنصور. الكرخ احلى من الرصاف بهواي، حتى الشوارع نظيفه. هاي المنطقه مختصه كلها بالسفر، ناس تطلب فيز، تطلب سفر الدوله. احنا 24 ساعه انا بعد. احنا جاي نطلب احنا جاي نطلب. راح نطلب غير شغله. تواليت. الشوارع حلو بس خدمات ما بيها، تواليتات ما بيها، يعني الكرخ شكوبات التواليت ما لقينا. هذا الولد شايل المستحى من هو والصغر. قلت اريد اروح للتواليت محسوق انا خذ يا المستشفى. نروح فتنا مستشفى. طب انا المستشفى قال ايش عندكم مراجعه؟ قال والله عندي شغله. اي عندنا شغله مراجعه. قال جراحه لاولادي، هو يقول جراحه انا اقول لاولادي. ويا لا ولد يجي التواليت. طبعا احنا جايين على شركه مال السفر والسياحه، جاي ما احكي ما اقول لكم قاعد يتمرن ابو الشركه جاي يتمرن. المهم عما يخلص تمرين ابو جواد جينا للمول مال الحاثي. احمد باسم يقول انا ما شايفه وراح اشوف لي اياه هسه على المول. لك شغلوا لنا البروجيكتر. لك والله انا غير ما احكي قصتنا خير. جيت العراق شالوا الصبات. شالوا صبات القلوبات الصفه كلهم صبغوهم وراح نندعم بعد ما كنا. شوف الواجهه مال المول صايره كلش حلوه، انا بس جيتها مره واحده وهاي جايه وياك الثانيه، هو هم انا ما شايفه. راح تصير اشياء ايجابيه ما عليكم ترقبوا ولا. هو انا جاي اخاف من عندك الصراحه. عليك راح اسوي لك سوالف. مستحى شايله من هو صغير. هذا المول كلي التصميم اللي حاليا هسه احنا بيه. ها؟ تصعد الطياره؟ ما موجوده طياره. يا طياره ماكو، ما ادري يجوز صدق اكو. احمد يقول معقوله عندنا هيك شغلات بالعراق؟ بابا كان غير بيسكن شميوز. زين متطور. كان غير بيسكن شميوز، بنتك كان غير انا ما نحكي. احنا عم بالمعده فلازم نصعد اول فقره، نصعد فوق على الاكل لانه احمد باسم جوعان. اكثر يوم ضحكت فيه من طبة العراق لحد اليوم هو هذا اليوم ويا هذا الانسان. موتنا ضعيف. مد هذا اليوم ان شاء الله يتم على خير وضحكت خير. هسه احنا نريد طوق اسكندر. زين طوق اسكندر تعرف شنو يعني؟ نفس الاسم ما اعرف. لا
لك بابا مو هيك لازم تورطه. اليوم هاكيز راح يعزم. لا مو هي اكو اكله طيبه احنا اكو اكله طيبه ناكلها بتركيا. اكو اكله طيبه ناكلها بتركيا اسمها بالعربي ماعون بلحم. اسكندر عرفه بس ما عندنا احنا. اسكندر احنا من اسمه اسكندر. قص شاورما او شو اسمه يعني هي حبل حلو هذا موجود يعني موجود بالمول. انا اختاريت هاي واحمد اختار هاي. اقول لك على الطانه هاي شنو هي هاي؟ تدري اول مره اشوفها. طلع ضوء ها؟ راح يجي الاوردر كمل يعني. واو حلو يعني من يطلع هذا هنا جلوب يعني الطلبيه خلصت اول مره اشوفها ترى. موجوده بتركيا. ما ادري والله مش عارف. جزء اسطنبول موجود. ايه طبعا اللفه كلش صغيره ضربنا بوري تقريبا هو شبه بوري. قيم؟ ها؟ اقيم لو اسكت. لا اسكت. احمد باسم ورا القص فيخص اليده يعني كان واني ما اخسر يعني كيف بتشطن. غير نحمل معده. غير تعبت المعده وهسه ماخذين احمد باسم جاي يلعب بالملاعب قال ضايج جبت 200 العاب. هو طبعا هذا الطلب من عنده مو من عندي. مفتوحه لك شو تريد تصعد اصعد اخذ راحتك. والله تعال يريد الا ديلاب هو ما تقول لي من اجيب لك ديلاب هو. انا هاي القهوه كلش احب هسه شوفوها. شوف هاي الجهه شلون حلوه والله توقع. احمد باسم من يتعب بالتصوير يوقف قدام العالم او جاي يصور لكم هذا المنظر. مو المفروض ان ناكل هنا لو لا؟ شلون؟ مو المفروض ان ناكل هنا؟ المفروض ناكل؟ ايه؟ بعد اكلنا بس هسه ما شوي المعده. بس بعد شلون اجوا بس يعجبك تنزل. طيب عباك سواها عصريه علينا. حتى الشغلات ما تقدر بس بدك تاكلها. يلا عالجايه هو حقابلك بعد انا من الصبح لليل. كل يوم هنا. ان شاء الله اخذك يعني برج بغداد فوقكم مطعم. لا لازم نحجز اول. ما ادري هسه يلا سمعت منك عبالي يشفى التمثال. المهم ختمنا المول كليته والولد قال روحوا للمول لحد ما اجي اني ابو الشارقه. وخلصنا المول وتعرفنا على الزباين وتعرفنا على اللي يشتغلوا بالمول وهو ما خابر. بس يطلع بوري ابو ال5 انج. بابا خابر. يابا بعد الشروحات وعناء طويله. طبعا الساعتين ونص احنا بس انتاني باب الشارع. راح نروح لاوروبا. السالفه تطمن يعني احلى سفر يعني. والله شباب لاوروبا ولا شيء. المهم والله لا انا اروح لاوروبا. الله يا قول شلون قول شو. المهم طبعا المقصود تعبنا واخر شيء ابو علي كان مسوي هيك ليدي ينام وبيده السبحه ليسبح. ابو التاكسي خطيه واحد دعمه وانهزم مرسيدس. عايل بي يعني؟ لا والله مو صوتك خطيه لا يمشي وجداك ضربه وطفى. يلا هو والله فدوى لك يا معود. يابا شنو اجينا ننقضوا. خطيه على السلامه. خطيه احنا جاي نمشي جا ضربه ذاك والمرسيدس ضربه والله على بس التسبيح طلعنا الله ربك. طق عيني قاعد يسبب بالك وجهي اعرفك. قاعدين بالقهوه جينا واحمد باسم ويا دعدع وجاي نسولف وين نروح بعدين وين نجي وين نطلع هسه جاي نسولف كمان على حياته بعد كذا بعد ثاني بين قوسين. واحمد باسم يريد يتعلم بريكي يابا وبالدور راح يدربه. ولا مره بحياتي لعب مضض هسه حجرب يلا. هاي الصيدليه ايش قد حلوه بس يعجبك تتمرض. الديزاين مالتها كلش حلو. راح يجدد بعد همبرجر هو انا مجوع. غير نحمل معده. شنو ايش قلت له؟ اقول لك انت اسمك دعدع بالجنس يعني اسمك الحقيقي دعدع. يقول لا بس طه سعيد دعدع. طبعا يطلع لك كرش تمشي وراي وما لك دخل. شوف الحنان بعد الحنان ويقول لي ليش تحب الاكل؟ يعني ليش احب الاكل؟ بس باوع على هاي اللفه وباوع على احمد باسم شنو الفرق؟ طبعا هاي عشان تركيا انا ودعدع قاعدين بشقه اخر يعني قبل لا نرجع العراق. مصطفى واحد قصعي مصطفى. فكانت ماخذين شقه احنا كلش غاليه فدعدع ملك الشهر يعطي ايجار يباوع على الفلوس هذا المبلغ هوايه خرب عنه هذا شو احط اياه. ما تناقش قال طبعا ما نعطي ايجار. والله قاعد ما نعطي ايجار قاعدين بالبيت عبا فوق الايجار 5 ايام 6 ايام 10 ايام جابوا الايجار دق الباب. انا بالشغل ماخذين دعدع شامي بالشارع قافلين الباب بغير مفتاح. ايش كافك الشارع مطلقكم ايجار. قفصين على تراكتو. والله شحت دعدع خابرني جاني للشغل اقول لك هذول قفلوا الباب وطلعوني قلت له شو تريد.
هاي جاي يشتغلون بيها مال كراده، كراده كلها حتصير مثل هذا التبليط، فالشيء كلش حلو. شغله راح تصير كوتشك اسطنبول. يوم عن يوم جاي يصير تطور مو طبيعي ببغداد، ان شاء الله بعد نلعب فوق. شغله نستاهل. احمد باسم حيروح. انا راح اروح. وقف جاي نحكيك. وراح اروح. وراح اروح. راح اروح. يا الله الله وياك. المهم احمد باسم راح يروح، بس مو هذا اخر فيديو، عندنا بعد كوما طلعات، كوما فلوقات، كوما اعمال، كوما شنو باكر راح يتغدى يمي؟ يلا باي باي. احلى برنامج على التلفزيون هذا لان يوزع بيوت للفقراء. خطيه هذول اخذوا البيت وهسه راح يجيبوا لهم الاثاث. كلش حلو واحد اذا الله فاتحه بوجهه، الله راسقه حلو انه يشتري شغلات للفقراء يعطيهم اياها، مثل هذا اللي برنامج الجميل كلش اللي اتابعه صار اكثر مره اشوفه، يشتغل الفقراء اللي ما يعني حالتهم كلش تعبانه، يشتري لهم بيوت، يبني من بلوك من بلوك العفو، يبني من معدات ادوات بسيطه، بس المهم اسمه ملك، المهم شيء مرتب شيء نظيف. اقول له الله يرزقك، وكل واحد اللي يتابعني حالته زينه، الله فاتحها بوجهه يساعد الفقراء لا يبخل عليهم، وصدقوني ايش قد ما تعطي راح تجيك ضعف، والحمد لله واشكر على كل حال. هواية اكو ناس فقراء منكم شبعوا بهذا الوطن وحتى ملاقين لقمة، احنا نقول الحمد لله واشكر، واوصيكم اخوتاتكم كل فقير تشوفوا عايزكم تطوه، حتى لو كان كذاب مو فقير، انتم اللي عليكم قدام رب العالمين سووه بقهوة ورب، انتم اللي عليكم سويتوه، فدائما ساعدوا الفقراء والله راح يساعدكم من فوق اكيد. احكي وياكم بس هيجي نعسان. حبايبي اكو شغله اليوم ما ركزت بيها بالكلام، لما نزلت وصورت مال السياره الدعمه، طبعا ردنا نروح بيها كلياتنا، كانت تأذينا لانه بالسياره اللي يمشوا رمش اللي تاكسي اللي صاعدين وياه خطيه، فالطعم مجال جاي نمشي تقريبا بحدود 80 او 100، شو هذاك اجى ضربه من قدام بحيث السياره افترتها بزين ما صعدت الرصيف، كان رحنا بيها كان حادث كلش خطر، بس انا صورتها باختصار لانه طيب التاكسي ضايج يعني ما اصور واحكي ومدري شنو هو بيا حال، فما حكيت، فردنا نروح بيها والحمد لله الله سترنا والحمد لله وشكر. وشغله ثانيه موضوع السفر، يعني مش اقول لكم لا تصدقون. خليناكم مدري شنو بقلق ومدري شنو، لا تصدقون لا ماكو شيء كذا، بس ايوه كان نسافر سياحه يعني، بس مو رحنا نعيش هناك هناك لا كذا. شنو نعيشكم هيك بحماس بطاقه هيك يعني، فهمتوني؟ كلش ضروري تضيفوني على الانستغرام، لانه دائما انشر كل خطوه اخطيها، وين ما اروح اصور تحشيش فيديوهات، هذا الانستغرام ما تقدر تروح تسوي لي فولو، موجود بصندوق الوصف، وقناه مال احمد باسم موجوده بصندوق الوصف، روحوا لي سووا له سبسكرايب وسووا له لايك. وهذا الفلوق راح ينزل فلوقات اثنين، هو واحد نيمه واحد يعني الطلعه بيها فلوقات اثنين، وشغله مهمه كلش ما قلت لكم اياها، شغله كلش يعني ما جاي اهتم للقناه ابد لسبب واحد بس، انه جاي نصور اغاني، جاي نمنتج وجاي نسوي خراجات جديده، الاغاني اعمال راح تنزل باليوتيوب، ولذلك هذا الشغل كله ماخذ وقتي، بس راجعين اليوتيوب موجود، اكتبوا قلوبنا ما نعرفكم ابد مستحيل، بس كله شغل، نخلص الشغل ونرجع مثل ما رجعنا لكم هسه مثلا. وهسه راح انام واسوي لي سبسكرايب ولايك لهذا الفيديو، وخلي نوصل 1000 لايك، يلا ما اكثر. وصار لازم اقول لكم ايش بي هذا؟ باي.